الناس واخدة إنها تمشي مع صوت العقل بدل القلب، وإن ده الصح، وإن القلب دايما بيودي في داهية. بس لو ركزنا هنلاقي إن صوت العقل بيجي مع أصوات تانية بعيدة عن الحكمة، صوت خوف وسواس، مع إن صوت القلب ما عندوش كل ده. الناس فاكرة إنها لما تحب شخص أو حاجة وتتعب من الحاجة دي ومع ذلك تفضل مكملة، إنها كده بتمشي ورا قلبها، مع إن ده ممكن يكون صوت العقل أو تحديدا مركز الخوف اتنكر علشان يخوفك من الفقدان، من إنك متقدرش تتخطى الفراق مثلا. لكن في نفس الوقت لو سمعت صوت قلبك هيقولك ما تخافش، أنا قوي وهقدر أتخطى كل حاجة معاك. الخوف مش دايما بيصرخ، ساعات مش بيبان عليه إنه خوف، ممكن يجي بصوت هادي جدا ومنطقي جدا، يقولك ما ينفعش دلوقتي، الناس مش هتفهمك، مفيش وقت فيه أولويات. الصوت ده شكله شكل حكمة، بس هو في الحقيقة قلق. علشان كده محتاج تقف كده وتسأل نفسك، هو الصوت ده بيساعدني ولا بيكتفني؟ كلنا مرينا بلحظة جاتلك كده فكرة، حلم، أو حتى رغبة بسيطة، وكنت متحمس جدا، حسيت إنها شبهك، حاجة ليك مش لحد تاني. لكن بعد دقايق صوت تاني طلع وقال مش وقته، مش هتعرف، انت بتحلم. وللأسف سكت الصوت الأولاني، مش لأنه غلط، لكن لأنه أهدى من صوت الخوف. وهنا يجي سؤال، ايه الحاجات اللي فيك سكتها من بدري ولسه جواك لحد النهاردة؟ كتير لما تفكر تعمل حاجة جديدة الخوف بيبدأ يقولك هيتريقوا عليا، هيجاملوني، بس أنا أصلا مش قد كل ده. لكن في صوت تاني فيك بيرد ببساطة، اللي شبهي هم اللي هيتأثروا، وهم دول اللي يهموني، ولو محدش حب اللي عملته المهم ان انا جربت وبقيت مبسوط. ومش ناسي ان في احتمال 50% اني منجحش، بس في نفس الوقت في احتمال قده بالظبط ان انجح، ولو منجحتش هكون جربت، هكون انا زي ما انا حابب اني اكون. لما تلاقي حاجة جواك قالت كده اعرف ان ده صوت قلبك وصوت حدسك. ساعات الخوف بيتنكر في أعمق حاجة جوانا، الحب. تفضل في علاقة بتوجعك، أو شغل بيخنقك، أو نمط حياة مش شبهك مش قادر تسيبه، وتقول لنفسك أنا قلبي اللي مخليني أكمل. بس الحقيقة غالبا ده مش صوت القلب، ده صوت الخوف بيبقى في دماغك. خوف إنك تفقد، خوف من الوحدة، من التغيير. لكن لو فعلا سألت قلبك بصدق بعيد عن الزن والتكرار هتسمعه بيقولك أنا مش ضعيف، أنا أقدر أعدي، أنا مستعد أخسر علشان أرجع أكون نفسي. دلوقتي هنعمل تمرين صغير، خد كده 5 دقايق مع نفسك، اكتب ايه أكتر حاجة بتحبها ونفسك جدا إنك تعملها، وبعدين اكتب ليه ما عملتهاش، وبعد كده شوف الأسباب اللي انت كتبتها. مش لاقي وقت، محدش هيهتم، مش جاهز، دي كلها أصوات خوف مش حكم. وعلشان كده محتاج تسامح نفسك الأول، مش لأنك ضعيف، لكن لأنك مش سامع. سامحها وابدأ اسمعها تاني. مش لازم تبدأ كبير، لو قلبك بيشدك لفكرة دور عليها، اسأل، جرب، حط ايدك فيها. لو نفسك تعبر عن حاجة اكتب، ارسم، صور، احكي، مش علشان تبهر حد، علشان تفك عقدة السكوت اللي جواك. مفيش خطأ أكبر من إنك تفضل ساكت لمجرد إنك خايف ما تطلعش كامل. مفيش حد كامل، بس في ناس بتتقدم وناس بتتفرج، انت عايز تكون مين فيهم؟ صوتك الحقيقي
مش بيزعق علشان يظهر، بيقولك أنا صوتك الحقيقي، أنا موجود طول الوقت مستنيك تهدى وتسمع. لما تسمعني هتلاقي نفسك مش محتاج موافقة، هتلاقي نفسك مش بتستنى علامة من بره، انت العلامة، انت كفاية. واللي بيدور عليك مش هيسمعك لما تبقى شبههم، هيسمعك لما تبقى شبه نفسك. قبل ما نقفل خد دقيقة كده فعليا دلوقتي حالا، اطفي كل حاجة حواليك، مفيش تفكير، مفيش تحليل، بس اقعد وتنفس. خد نفس عميق وطلعه ببطء، وركز على قلبك، حس بحركته وانت بتتنفس. مع كل شهيق وزفير حس بقلبك وهو بينبض. اي فكرة تطلع لك دلوقتي، اي صوت يقولك انت كده مش بتعمل حاجة مفيدة، او يبدأ يحلل او يقلق او يفكرك بمشكلة، اعرف ان ده صوت العقل. بيكون اصوات كتير كده متداخلة، الصوت اللي بيحاول يرجعك تاني لزحمة التفكير. ما تهاجموش، بس افصل تركيزك عنه، ارجع تاني للقلب، كمل، خد نفس عميق وركز مع قلبك لحد ما تلاقي صوت واحد كده بدأ يظهر، مش جاي بعصبية ولا بلوم، جاي بهدوء وبإحساس بسيط بس قوي. هو ده صوت الحدس، هو ده الصوت الحقيقي. ده مش معناه ان صوت الخوف هيختفي، بالعكس ممكن يزيد او يقاوم، بس المهم انك عرفت تفرق، عرفت تمسك الخيط، عرفت انهي صوت العقل وانهي صوت هو صوت القلب. دي لوحدها خطوة كبيرة، سواء قدرت تكمل وتمشي ورا قلبك او لا، المهم ان انت بقيت مدرك فين الصوت الحقيقي. لو الحلقة دي لمستك، اسأل نفسك النهاردة، انا سمعت مين اكتر، صوتي ولا خوفي؟ واكتبلي في الكومنت ايه هو الصوت اللي انت سامعه اكتر. لو عجبتك الحلقة النهاردة متنساش تعمل لايك وسبسكرايب.